بتشتكي من الأسعار والميزانية ما بقتش تكفيكي؟ تعالى أقولك على وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة بالمرة. أنا أحلام، لو أول مرة تتابعيني تابعيني على البيج والقناة باسم وصفات لومة. بقدم محتوى طبخ. عايزة أقولك النهاردة هنعمل كشري العدس الأصفر أو الكشري الأسكندراني، بجد تحفة وما بياخدش وقته خالص. زي ما انتوا شايفين كده، حاجة جميلة جدا. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة أنا معايا كوباية من العدس الأصفر وكوبايتين من الرز. العدس يكون نص مقدار الرز. شوفي بقى انت عايزة تعملي ايه المقدار اللي يعجبك. ومعايا بصل وبيض. هي دي المكونات بتاعتي: بصل وبيض وعدس ورز. العدس يكون نص مقدار الرز، يعني لو هتعملي كوباية رز واحدة يبقى نص كوباية عدس، لو كوباية الرز يبقى كوباية عدس. شوفي بقى المقدار اللي هيركب في بيتك اعمليه. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي. اول حاجة انا جبت حلة رفعتها على النار وحطيت كده بتاع 3 معالق من الزيت، وقطعت كده بصل حلقات تكون ايه مقطعة كده، ايه متقطعة رقيقة، وهنبدأ كده نقلبها. انا عايزة البصل ايه تحمر، مش هديها لون اصفر، عايزاها تحمر. وعلى عيني التانية هنا كنت بدأت اسلق البيض. البصل دوت عشان يطلع معاكي ناشف، انا مش هقولك بقى تحطي له ولا دقيق ولا نشا ولا الكلام ده كله. انا عادي بعمله زي ما هو كده خالص، وبفرده على منديل وبخليه بعيد عن بعضه وهو بينشف لوحده. يعني مش مستاهله العمليه، كده كده انا ما بفرده وببعده عن بعضه. باجي ساعه التقديم بيكون هو اصلا نشف. هبدأ كده اصفيه من الزيت، لان انا الزيت دوت انا عايزاه اعمل بيه ايه بقيه الوصفه بتاعتي. اهم حاجه نصفيه كويس من الزيت. هبدأ كده ابعده عن بعضه واسيبه لحد ما اخلص بقية ايه الاكلة بتاعتي. انا ما بعملش كتير لان ولادي ما لهمش في البصل. طبعا انا غاسله العدس غسله كويسه، واهم حاجه لازم انقعه نص ساعه. يعني قبل ما اشتغل كده اكون نقعاه نص ساعه، دي اهم خطوه. بعد كده هبدأ بقى اغسل الرز والعدس مع بعض، واقوم حاطاه على الزيت مكان البصل، وهبدأ بقى كده اديله تشويحه وانزل بالتوابل بتاعتي. اول حاجه هحط هنا معلقه توم مفروم، ده بيخلي للرز دي طعم جميل جدا. واحط كده معلقه كزبره ومعلقه كمون، واحط ملح واحط كركم. يبقى كزبره وكمون وملح وكركم وتوم. يعني مفيش اسهل من كده، كله هيبقى في حله واحده. وطبعا انا مسخنه ميه في الكتل، اهم حاجه اسقيه ميه سخنه. عايزه اقول لك هتاكلي احلى كشري اسكندراني. طبعا الكشري الاسكندراني بيتعمل كده من غير صلصه، بس انا بحب اعمل جنبه صلصه لان ولادي بيحبوا الصلصه جنبها. فطبعا عشان خاطر ايه محدش يقول لا ما بيتعملش له صلصه، انا عارفه لو ما بيتعملوش صلصه، يعني انت ممكن تعمليه زي ما هو كده. ده الكشري الاسكندراني اللي بجد. لكن انا من عن نفسي كده انا بزود صلصه جنبها. اللي بيحب يحط صلصه بيحب يحط، لكن مش بحط في قلبي، يعني بحب اعمل طبق صلصه كده جنبه. كده انا زودته عادي كاني بزود الرز، بغطيه كده بالميه، واول ما يتشرب هوطي عليه. هنا بقى انا جبت حله واحط كده فيها معلقه زيت، واحط ايه معلقه توم مفروم. ما تنسيش اللايك. كده انا حطيت معلقه زيت وابدا كده احمر التومه. وخدي بالك من الخطوه اللي جايه ديت، دي اهم خطوه. هحط كده معلقه كزبره وابدا ايه احمر التومه كاننا بنعمل طشه الملوخيه. هنا انا بحب احط بقى في الخطوه دي خل. الخل بيدي طعم للصلصه بتاعه الكشري تحفه، بيخليها رهيبه، بيوديها في حته تانية خالص. حتى الفته انا بعملها نفس الخطوه كده، الصلصه بتاعه الفته انا بعملها نفس الخطوه. هنا بقى انا كان عندي طماطم مسبكه، هبقى انزل لكم التسبيكه بتاعتها الفيديو
عملتها لكم كده بيور زي اللي بتتباع بره بالظبط. هنا بقى حطيت ملح وشطة وكمون وفلفل، ملح وشطة وكمون وفلفل. هي طبعا متسبكة، انا بالنسبة لي هتاخد غلوتين وخلاص على كده. وادي كده ايه الرز والعدس يعتبر ايه خلاص اتشربوا، هوطي عليه. هبدأ كده بقى ادحرج في البيض. جبت طاسة وحطيت فيها معلقة سمنة بلدي، وهنزل بالبيض بقى ايه واديله تحميرة. يعني مفيش اسهل من كده اكلة سهلة واقتصادية وموفرة. هتقولوا البيض غالي ومش عارف ايه والعدس غالي، بس بالنسبة لأكلات تانية كتير فهي موفرة. حطيت طبعا كمون وملح، وابدأ كده ايه اديها تحميرة. وكده كانت الأكلة خلصت. نغرب بقى الطبق كده سوا. عايزة اقول لكم والله طعمه تحفة، وتغيير عن الأكل المعتاد كمان. طبعا بقى ايه فيها نشويات وفيها بروتين، العدس ده بروتين والبيض بروتين. نبدأ بقى نزين الطبق كده زي ما احنا حابين، حابة تحط بصل، حابة مش حابة خلاص. هستنى رأيكم في التعليقات. نبدأ بقى نحط البيض كده، شوية السمنة البلدي دولت بقى خسارة حطيتهم ايه على البيض. هو بيتقدم كده، حابة تحط صلصة، حابة مش حابة براحتك. دي بقى حاجة من عندي أنا. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، وأشوف وشكم على ألف خير.